السلام عليكم يا شعب المسلم. أنا مسلمة من تاجيكستان. أنا خريجة من جامعة أفريقيا العالمية في السودان في عام 2000. وأنا أرجو كم الشعب المسلم مساعدتكم. أنا أحتاج لمساعدتكم لأن ابن أختي يريد يقتلني. السبب أنا عرفت وسمعت من أخت شقيقتي ومن بنت أختي. هو رفع يده على أخي على خاله، ورفع يده على أمه. لماذا؟ لأنهما جاء لكي يحمي عن أخت. هو ضرب أيضا أخته، ضرب ضربا شديدا أخته شقيقته، ابن أخته، ورفع يده على أخي شقيقي وأخت شقيقي أمه، وأخ شقيقي خاله. وأنا قلت لماذا أنا فعلت هذا الفيديو في يوتيوب ووضعته في يوتيوب. قلت هكذا يحدث في الشعب المسلم، ولكن ما قلت اسمه ما قلت. أنا قلت في ابن أختي فرفع يده على أخي شقيقي وأختي شقيقتي، على أمه وعلى خاله. وهم كلهم يعني كتبوا و يعني قالوا لي هذه بنات وأبناء أختي خذي هذا الفيديو من إنترنت. وأنا أخذت فيديو من الإنترنت، وبعد ذلك هو في خطه وهو يريد أن يقتلني. أنا لا أخاف قتل، ولكن أريد مساعدتكم، لأن المسلم أخو المسلم. القرآن يخبرنا الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. والآن أنا أعيش في روسيا، وأخته بنت أختي قالت أخبرتني هو يشتري تذكرة لكي يأتي ويأخذني إلى تاجيكستان. وأختي شقيقتي قالت هو اشترى تذكرة ويأتي ويأخذني إلى تاجيكستان لكي يقتلني في أمام الناس. يعني هذا لماذا أنا قلت عنه؟ أنا ما قلت اسمه، أنا بس قلت ابن أختي هكذا رفع يده. وهم يقولون لماذا أنا قلت هكذا؟ أنا كنت لا يجب كان يلزم علي أنا لا أنا يعني أقول ابن أختي. هم يقولون الآن أنت كنت تقولي ناس يعملون هكذا. طيب إذا أنا أقول ناس يعملون هكذا وهكذا كان يستمر المشكلة، كان يستمر ويرفع يدي على أمه وعلى خاله وعلى أي شخص هو يريد. هكذا أنا كنت أريد أخبركم، لأن بلغة روسية أنا فعلت فيديو، بلغة تاجيكية فعلته، ولا أحد يعني يريد يكون يعني يساعدني في الله. لذا أنا أخبركم وأقول لكم يا شعب المسلم، إذا أي منكم إذا يريد يساعدني ضعوا رقم هاتفكم في كومنت، لأن ما أريد أن أضع رقم تليفوني في كومنت لكي أي مريض شخص يكتب في تليفوني. طيب هكذا. جزاكم الله خيرا خير الجزاء. أنا أنتظر جواب منكم.